اهلا صحاباتي خواتاتي العزاز، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ صحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحه جيده. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم للتعليم الطرز والتنبات. مرحبا بكم مع فيديو جديد، وكنتمنى البنات تسمحوا لي كاملين اللي متبعيني ديال بصح وبصح، واللي متبعين الفيديوهات القدامين والتعاليق ديالكم سمحوا لي ما كنجاوبش بزاف، حيت عندي شويه الضغط على هاد العام البنات ديال الخدمه. والله القسم ما كذبت عليكم، يا الله اللي مطالع بيا، ولكن ما كنبغيش نتحشم مع الكليان ديالي اللي كيرجعوا عندي والناس الجدادين. وشكرا الناس اللي كيديروا فيا الثقه، شكرا الناس اللي كيجيو عندي من بلاد البلاد، شكرا لكم بزاف بزاف. كنتمنى ما نتحشمش معكم مع كل واحد. اليوم البنات جبت لكم واحد سؤالات كيجوني في انستغرام وفي الفيديوهات الاولين، كيقولوا لي يا عمركي ما رشمتي معنا المببره ولا خدمتيها معنا. ان شاء الله هذا الاسبوع غادي نبدا من اليوم نرشمها معكم ونخدمها معكم ونوريكم جميع الصعوبات اللي كيكونوا في المببره، واللي كيكونوا حتى في بعض الاثواب اخرين، ماشي غير المببره اللي فيها الصعوبات، لا، كاين بعض الاثواب اللي غادي ان شاء الله ما نطولش عليكم نشرحهم لكم واحد بواحد ان شاء الله، باش تبقاو عارفين كل ثوب وكيفاش تخدموه، وإلا جاكم صعيب تقدروا ما تشبروش كاع من عند الكليانه وتبقاو مزيانين. كيف ما كتشوفوا هاد البياسه هادي ان شاء الله هي غنشرح لكم عليها، اللي دازت من جوج ديال الطرازات وانا اللي حصلت فيها راني خدامه فيها دابا، راه تقريبا قربت نكمل ربوع القداميين. هما نوريهم لكم، قربت نكملهم بالتنبات وبالطرز ان شاء الله. ملي غنبدا نركب لهم بيرلا والحجر وهذا راه غادي نخدم معكم، ضروري غنخدم معكم المبره البنات اللي كتسولوني عليها بزاف. غادي ندوزو نوريكم الطريقه اللي كنرشم بها، الطريقه عاديه كيف ما كنرشموا اي ثوب، غير هو انا نوريكم، انا وجدت لكم واحد شي حاجه اللي كنحتاجها اللي ما كتكونش عندنا في الثوابات الاخرين. المهم كيف ما كتشوفوا هذا هو الثوب ديالنا اليوم، غادي نرشم ان شاء الله، عفوا غادي نرشم الكمام، واخا ما كيبانش لكم الكم كامل، ولكن المهم انا كنشرح لكم. عندي الكم هذا هو الطول ديالو او العرض ديالو، صافي غادي نجيب باب بيكربون او الخراج او واحد سميه اخرى نسيت عليها كل واحد وكيفاش كيسميه. واخا هذا مقطع راه كيقضي حتى هو، كنكمل به. والله البنات عندي بزاف ما نتعاون معكم، ولكن الغالب الله عرفتي كيفاش كنعس وكيفاش كنفيق، الضغط 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 على الجهد، وبالخصوص هاد التواب اللي كنعملوا مع ليهم الوقت، ولكن في الاخر كيخرج لك شي ثوب اللي كيعطلك في الخدمه. هذا المشكل اللي انا حاصله فيه دابا. هانتوما البنات هذه هي الرشمه، راني شفتوني حطيت باب بيكربون فوق الثوب ديال المبره عادي، ما كاين حتى شي اختلاف زعما بين الثوابات الاخرين، غير هوايه ان شاء الله ملي غنبدا نخدم معاكم. وغادي دابا انا كنرشم معكم، غادي نوريكم الطريقه ديال الرشيم راها عاديه. غادي يكون عندنا واحد المشكل اللي غنشرحه لكم، ولكن بقاو حتى الاخر باش تفهموا كل شيء فضلا وليس امرنا البنات. وسمحوا لي تعطلت عليكم. ها نتوما شفتوا حطيت باب بيكربون، حطيت الرشمه ديالي فوق الثوب، وزدت هاد البلاستيكه هذه اللي ما كنستغناش عليها، كتحافظ ليا على الرشمه وكتساعدني حتى في الكتابه. ملي كنبقى نكتب على الخطوط ديالي كنورك مزيان، يعني ما كتخسرش لي الرشمه ديالي، ما كتقطع ما حتى شي حاجه. كاين عاوتاني اللي كيجيب سكوتش كيعمل الرشمه كامله، ولكن هذيك السكوتش كتعطلني انايا. كنحاول، هذه هي الطريقه اللي كنخدم بها. صافي هنايا البنات غادي نبدا نرشم عادي، كتزيروا على ستيلو بيدكم وهاد البلاستيك هادي وكتبقاو ترشموا عادي. انا راه عندي رشمه مقاده ليا مع الثوب، مقطعه الكاغط مقاد مع الثوب باش ما يجينيش شي ديكالاج ولا شي حاجه في الاخر. دائما الرشمه واخا تكون عندي اللبسه كامله طويله، راه خدمت هاد العام اكثر، يا دابا 4 شهور هادو انا كنخدم غير في اللباسي، عندي الرشمه طويله على قد اللبسه، كنقطعانيش لا من التركيز ولا من الكمام ولا من كل شيء، باش ما تجينيش ديك الرشمه عوجه ولا شي حاجه. ولكن الحمد لله يا ربي. المهم كما كتشوفوا انا غادي نبقى نتبع على هاد الخطوط ديالي وكتوركوا شويه البنات.
ضروري توركوا شويه على الستيلو. هكا كنمشيو ان شاء الله يا ربي غتخرج مزيانه وغادي نشوفوها. كاين اللي كتقول لك نعمل الرخامه، كاين اللي كتقول لك نعمل الجليجه. حتى الجليجه والرخامه مزيانين كيعاونوا، ولكن انا كنعمل غير هاد الطابله هذه ديال اللوح، هي اللي كنخدم عليها. دابا نوريكم حتى الطريقه ان شاء الله اللي كنخدم بها على الطابله، كتساعدني في الشدان ديال المرمى، وكتساعدني حتى في كتعاونني في الخدمه بزاف صراحه الله. ماشي بحال ملي كتبقاي شاده الخدمه غير في يدك او المرمى في يدك، كتحسي بظهرك ضرك، كتحسي بكتافك. ولكن صراحه الطريقه اللي الفكره اللي انا جاتني وعدلتها غير بوحديتي. كاين اللي كيشريها ب 300 درهم، كاين اللي كيشريها ب 400، كاين اللي كيشريها 200، كاين اللي كتمشي عند النجار كيطلب له واحد الثمن غالي. ان شاء الله انا غادي نشرح لكم الطريقه اللي صايبت بها العمليه ديالي باش كنخدم وتشوفوها. والا قدرتوا تصايبوها صايبوها، والا اللي ما قدرش تصايبها نتعاون معاها في الفيديو نوريها كيفاش تصايبها، ولا نصايبها ونصيفطها ليها. حيت راه كاينين البنات اللي صيفطتها ليهم، وكاينين البنات اللي شراو من عندي الرشمه واخا كنصورها ليهم ما كتخرجش كيف ما بغاوهم، ولا ما كتخرجش ليهم مقاده مع الثوب اللي عندهم، كتخرج اما صغيره ولا كبيره. هذا علاش كاينين بعض البنات تبارك الله اللي باغيين يتعلموا ديال بصح وباغيين ديك الرشمه ديال بصح وكتعجبهم، كنحاول نرشمها ونصيفطها لهم بالثمن اللي كنعمل معاهم. اللي بغات الثمن البنات تخلي ليا في التعليق. المهم اي حاجه بغيتوها خليوها ليا في التعاليق وانا كنزل لكم النمره. حيت النمره ما بقيتش كنزلها في الصوره المصغره ولا شي حاجه، نتوما عارفين، ولا كيدخل عندي التبرزيط بزاف. كاين اللي باغا تفلى، كاين اللي باغا غير تاخد منك المعلومات كاملين، كاينه. وانا ما عنديش الوقت، انا نعطيكم معلومات ماشي مشكل، ولكن الوقت ما عنديش. البنات سمحوا لي انا كنخدم وكنهضر معاكم باش كما كيقولوا حتيتو مغزل. انا رشمت هذا الموطع هذا الوسط اللي هو كيبان لكم في التليفون. غادي نتبع بنفس الطريقه على الرشمه كامله البنات كيف ما انا بديت. ملي غادا نكملها غادا نعري على الثوب ونوريه لكم. ودابا البنات انا ساليت الرشمه ديالي كيف ما كتشوفوا. باش كنعرفها راه خرجت ليا كامله، كنعرفها غير من البلاستيكه، كنلقى البلاستيكه كامله دازت فيها الرشمه. المهم هانتوما كتشوفوا الرشمه كيفاش خرجت كامله في الكم. حيت ما عنديش العرض بزاف باش نوريكم الكم كامل، غادي نشرح لكم غير هنايا وانتوما غادي نتفاهموا ان شاء الله. الحاجه الوحيده البنات اللي كنبقاو في الاخر كتخافوا منها هي هاد الرشمه. ملي كتبقاو تخدموا اولا كثرت اليدين وداكشي كتمشي منها هاد الرشمه هادي. واخا كتمشي ما كتمشيش شي مره، كيبقى التراساج واحد شويه باين، غير هي كتجيك واحد الصعوبه في الخدمه مع المبره كتماوج. بحال ما كيبقاش يبان لكم هذاك الرشمه. شنو كتجيبو بلانكو او بلانكو لسميتو. ما تجيبوش الماركه دوريجين، جيبوا الماركه العاديه اللي كتباع في الزنقه. علاش؟ الماركه دوريجين كتكون قاصحه بزاف، تقدر تقطع لكم الثوب، تقدر تقصحوا في الخدمه. تقدر الريحه اللي فيه، هاد الريحه هذيك تكون مجهده بزاف. الا خدمتو بالزقلي كتقدر تمسح لكم داك اللون ديال الزقلي واخا يكون كاليتي. راه الزقلي الحقيقي راه ما كاينش، كاينات بعض الماركات مزيانين. انا كنقول لكم شحال من مره كنوريكم الاسماء اللي كنخدم بهم. كاينين ماركات مزيونين ولكن ماشي حر 100%. يقدر يتصب من 4 المرات 5 6 كيبدا يبان لك اللون ديالو كيبهات. غير هو اللي خايف فيه هو اللي كتبداي تخدمي به وكيتسنسل، كيولي بقى الخيط الوسطاني بوحديتو، مع هو كيكونوا فيه واحد الشعيرات الوسط، كيبقى واحد الخيط الوسط وواحد الخيط، وهاد الزقل الفوقاني كيتفسخ. لا انا عندي هاد الماركه هذه اللي كنخدم بها هي الباطو، ما كيتفسخ ما والو. دابا نوريكم حتى الصوره ديالها ان شاء الله. ما كيتفسخ ما والو، ما كيمشيش. ولكن مع هاد الماده هذه يقدر هاد اللون ديالو بحال يكشف شويه. المهم انا شرحت لكم البنات، نتمنى نفيدكم. هاد بلونكو شرو الماركه العاديه، حتى ملي كتكتبوا به في الثوب ملي كتوركو. ما بغيتش انا دابا نكتب حيت الرشمه عندي مزيانه.
ملي كتوركو تكتبوا في الثوب كيجيكم بحال شكل طباشير، بحال هاد الخطوط اللي عندنا ديال هاد بابي كربون. ما كيكونش قاصح بزاف حيت الماركه دوريجين ديالو كتكون قاصحه ملي تعبلو في الثوب، والماده اللي فيها خايبه. ركزوا مزيان ركزوا مزيان، راه حتى اللي كيشرحوا لكم في اليوتيوب كاين بعض المعلومات كيكونوا ما على بالهمش ولا نساوهم ولا شي حاجه، ما كيكملوش معكم المعلومه، ولكن انا كنكملها معكم. نتمنى نفيدكم. ركزوا على هذا ملي تبغي تعوضوا به فوق الثوب المبره، شريو الماركه العاديه ديال الزنقه، كتكتب بحال شكل طباشير، ما فيهاش ديك الماده اللي قاصحه. واخا هو كيخرج سائل، ولكن ملي كتكتبوا به كيخرج لكم بحال شكل طباشير، ما يخرجش لكم في ديك الماده اللي غير واحد شويه وكتكرم وكتولي قاصحه هكا. تقدر، انا قلت لكم هذه التجربه ديالي وانتم تعرفوا. نتمنى نفيدكم البنات، ونتمنى الدعوات ديالكم. وشكرا الناس اللي متبعيني والبنات اللي متبعيني والامهات، خالاتي العزاز، حباباتي صحاباتي، كل وحده وعندي المرتبه ديالها صراحه الله. كاينين الناس كيعيطوا لي في الواتساب، كاينين متبعيني في انستغرام. المهم البنات نخليكم حتى الفيديو الماجي ان شاء الله، ونخدم معكم هاد المبره اللي فيها شويه صعوبه حتى في الخدمه، حيت الثوب ديال المبره راه ماشي بحال ان شاء الله. ما نطولش عليكم، الفيديو الماجي نفيدكم ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكم بزاف.